اليوم رحلتنا رح تكون عن قصة حضارة يمكن ما نسمع عنها كتير. حضارة إرثها الأعظم ما كانوا قصور أو جيوش، لا، كان شيء مختلف تماما. كان ترجمة المعرفة. تخيلوا معي حضارة قدرت تبني جسور ضخمة بين العوالم، بس مش بالحجارة أو بالذهب، لا، بالكلمات. وهذا سؤال مهم جدا. لما تنهار الممالك وتختفي الحضارات وتتحول المدن الكبيرة لأطلال، كيف تستمر الحكمة والأفكار العظيمة؟ كيف تقدر تعيش وتنتقل عبر كل هذا الدمار والزمن؟ الإجابة تكمن في عمل دقيق وهادئ وغالبا ما يكون غير مرئي أبدا. هو فن المترجم. هذا الشخص اللي كان زي الوسيط الصامت اللي حمل شعلة المعرفة عشان تعدي عبر العصور المظلمة وتوصلنا. طيب، قبل ما ندخل في قلب حكايتنا عن مترجمي طريق الحرير، مهم نفهم إن فنهم هذا مش شيء جديد أو حديث. الترجمة بحد ذاتها ضرورة إنسانية قديمة جدا، انولدت من أول ما بدأ البشر يهاجروا ويتواصلوا مع بعض. القصة بدأت لما المجتمعات البشرية تحركت والتقت ببعضها. هنا ظهرت الحاجة الأساسية للفهم المتبادل. وقبل ما يكون في أي نصوص مكتوبة، كانت الترجمة شفوية، مجرد همسة في أذن قائد جيش أو كلمة تتردد في سوق مزدحم. كانت هي الأداة الأولى للدبلوماسية والتجارة وحتى لنشر المعتقدات والأديان. والآن خلونا نرجع بالزمن شوي لورا، حتى قبل الويغور. فكرة نقل المعرفة ما بدأت معهم، بالعكس كانت جزء من تقليد أعمق وأقدم عند الشعوب التركية القديمة. الأدلة التاريخية حتى لو كانت قليلة ومتفرقة بترسم لنا صورة واضحة جدا. السجلات الصينية القديمة بتتكلم عن أنشطة ترجمة كانت موجودة في عهد إمبراطورية الهون، وبعدهم في عهد الكوترك. في رسالة مشهورة جدا من الحاكم إشبارة قاغان سنة 584 يعتقد إنها انكتبت بلغة تانية وبعدين اترجمت للصينية. كل هذه كانت مجرد بذور للي رح يصير بعدين، غابة معرفية ضخمة ازدهرت على يد الأوغر. وهنا في نقطة مثيرة جدا للاهتمام، وهي هذا الارتباط اللغوي. بعض الباحثين يعتقدون أن حتى مفهوم المترجم في الصين القديمة تأثر بجيرانهم الأتراك. النظرية تقول إن المترجم كان ببساطة يقول اللي يسمعه، والفعل التركي تيمك اللي يعني القول ارتبط بالعملية نفسها. هذا الشيء يورينا قديش كان التفاعل الثقافي عميق بينهم في ذاك الوقت. وهنا نوصل لقلب قصتنا اليوم، الأويغار. طيب، إيش اللي حول هذا الشعب من مجرد قبائل متنقلة إلى قوة فكرية عظيمة على طريق الحرير؟ إيش هو السر؟ السر كان في تحول جذري. لما استقر الويغور في مدن الواحات الكبيرة، كل شيء تغير. الحياة المستقرة خلقت بيئة مثالية لظهور طبقة جديدة من المثقفين والكتاب والعلماء. المدن هذه مثل تورفان صارت كأنها مصانع حقيقية للمعرفة، والترجمة كانت هي المحرك الأساسي اللي يشغل كل هذا المصنع. خلونا نوقف لحظة ونشوف هذا التنوع المذهل. المترجمين الأويغور ما كانوا يعرفوا لغة أو لغتين وبس، لا، كانوا عايشين في محيط متعدد اللغات بشكل لا يصدق. أتقنوا لغات الإمبراطوريات العظمى اللي حولهم واللغات الدينية المقدسة وحتى لغات جيرانهم اللي على طريق الحرير. والموضوع ما كان بس لغات منطوقة، هم كمان أجادوا استخدام مجموعة واسعة من أنظمة الكتابة والأبجديات. هذا يدل على قدرتهم الفكرية الخارقة على التكيف، وقدرتهم على استيعاب المعرفة من أي مصدر وبأي شكل كانت مكتوبة فيه. إذن النقطة الأساسية هنا إن دافعهم كان أكبر من مجرد التواصل. هم شافوا نفسهم كحفظة للتراث الإنساني. يمكن أروع مثال على هذا هو جهدهم في ترجمة نصوص من اللغة التخارية. هذه اللغة كانت شبه ميتة في ذاك الوقت، لكنهم فهموا قيمتها التاريخية واشتغلوا عشان ينقذوا حكمتها من الضياع التام. تمام، الآن خلونا ننتقل من إيش كانوا يترجمون إلى كيف كانوا يترجمون، وهنا بالضبط يكمن سر عبقريتهم الحقيقية، ورح نشوف هذا الشيء من خلال قصة مترجم أسطوري. هذا الاسم هو لأحد أعظم العقول في تاريخ الترجمة كلها. شينكويشيلي توتونغ ما كانش مجرد آلة تنقل الكلمات من لغة للغة، لا، هو كان فنان. كان يعيد تشكيل النصوص ويعطيها حياة جديدة تماما بلغته. وهذا المثال يوضح الفرق بشكل مذهل. شوفوا النص الصيني الأصلي، جملة خبرية بسيطة ومباشرة: حدث زلزال، نقطة. لكن شينكوشيلي ما اكتفى بهذا، هو أخذ هذا الحدث البسيط وحوله لمشهد كوني مهيب، ربطه بعمل خير صار في القصة وخلى الطبيعة والكون كله يشارك في الحدث، يعني أضاف عمق وجمال وشعرية ما كانت موجودة أصلا في النص الأساسي. وهذه كانت فلسفتهم. الترجمة بالنسبة لهم ما كانت عملية ميكانيكية، كانت عمل إبداعي بحت. كانوا يؤمنون إن من واجبهم تحسين النص الأصلي وجعله مؤثرا وجميلا أكثر للقارئ الجديد. كانوا كأنهم يبثون الروح من جديد في الكلمات القديمة. طيب،
ممكن أحد يفكر إن هذا العصر الذهبي انتهى وراح، لكن الحقيقة هي إن تأثيرهم استمر وانتقل لواحدة من أكبر وأعظم الإمبراطوريات في التاريخ. إذن كيف انتقل هذا الإرث الفكري العظيم؟ الأيغور بنوا نظاما كاملا ومنظم للترجمة، ولما صعد المغول وسيطروا على المنطقة أدركوا قيمة هذا النظام الفكري الهائل، وبدلا ما يتدمرونه استوعبوه. استعانوا بالخبراء الأيغور عشان يساعدوهم في تأسيس دولتهم، وبكذا نقلوا هذا التقليد الفكري العظيم لقلب إمبراطوريتهم. أسماء مثل أنزن وآرون تيمور ما كانت مجرد أسماء عادية في البلاط المغولي، لا، كانوا من كبار مستشاري الدولة في عهد جنكيز خان وخلفائه. هم اللي ساهموا في تدوين القوانين وترجمة المراسيم الإمبراطورية، وشكلوا العمود الفقري الإداري للإمبراطورية. الإرث الويغوري ما مات، بالعكس تحول وصار جزء من إرث عالمي أكبر بكتير. وفي النهاية كل هذا يتركنا مع سؤال أعمق: كم من المعرفة اللي وصلتنا اليوم، وكم من الأحداث اللي شكلت عالمنا، وكم من الأفكار اللي نعتبرها أساسية في حياتنا هي في الحقيقة نتاج عمل مترجم مجهول كان يشتغل بصمت في مكان ما على طريق الحرير؟ يمكن التاريخ مش بس قصة ملوك وحروب، يمكن هو كمان وبشكل كبير قصة الكلمات وهي تعبر الحدود.